السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ من آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوا الوصفات وتكون عجبتكم. النهاردة ان شاء الله طبق القمر ده اللي معانا، وهو الكشري الحلة الواحدة. كله عملناه في حلة واحدة، سهل وسريع، والطعم ما اقولكيش بقى يعني تحفة ما شاء الله. مش هتبطلي تعمليه الا بالطريقة دي بعد ما تعرفي ال الطريقة بتاعته السهلة وطعمه الجميل. طبعا انا قعدت اكل كده في الكشري ما صبرتش يعني الصراحة. تعالوا اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. تعالوا بقى ونقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدينا الوصفة ازاي. هنا كان معايا 4 كيلو عدس بجبة، او العدس الاسمر او العدس البني زي ما انتوا بتسموه، و بديله غلوتين كده على النار زي 10 دقايق، واطفي عليه واغطيه اخليه يتنقع كده ايه مع نفسه. هنا بقى في حلة تانية يا حبيب قلبي، بجيب حلة كبيرة علشان انا عاملة نص كيلو مكرونة تحمير ونص كيلو رز، وطبعا ال4 كيلو عدس يبقى كيلو وربع، فلازم حلة كبيرة. انت لو عايزة تعملي كميات اصغر من كده اعملي عادي، بس خلي تملي الحلة معاكي كبيرة شوية على حجم الاكل، عشان ايه تاخد برحة ويفلفل كده ما يعجنش. هنا عندي الحلة حطيت فيها حبة زيت. الكشري دوت بيتعمل بالزيت يا حبيب قلبي، مبيتعملش بالسمنة. وبنزل عليه المكرونة وهي الصغيرة خالص اللي هي بتاعت التحمير، وابتدي اقلب فيها لغاية ما تاخد اللون الذهبي بتاعي الحلو. اكون انا بقى منقيه الرز وغسلاه ومصفياه، وانزل عليه واشوحهم ياخدوا الاتنين تشويحة مع بعض. انا اسفه جدا عشان صوتي، معلش انا تعبانه، ادعولي ربنا يشفيني ويعفو عني يا رب، يشفي كل مريض. طبعا هنا بعد ما شوحت المكرونه والرز، نزلت عليه بالعدس. طبعا بعد ما شطفته كويس، لان انتوا عارفين العدس الميه بتاعته بتبقى معكره ولونها بني وكده. كانوا زمان يقولوا لنا ايه، اشطفوها من السموم بتاعتها. انا ما اعرفش ايه الفكره في كده، بس كنت بسمع زمان كده اهوت، يعني لازم العدس يتغسل كويس. بعد كده بحط الملح بتاعي، وبحط الكمون، بس ملح وكمون. انت ممكن عايزه تحطي رشه فلفل حطي، بس بيغمقوا الصراحه. بس وتقلبيها وتشوحيها. بص بقى مفلفل معاكي ازاي من كتر التشويح. تنزلي بقى عليه بحبه ميه سخنه. تنزل عليه بحبه ميه سخنه كده، زيه زي الرز، كانك بتعملي الرز العادي. ما تعليش يعني، ما تعليش الميه عليه على وشه بالظبط، ويغلي غلوتين 3 يشرب ميته، بس مش على الاخر يعني، تسيبي كده زي فيه ايه ربع كوبايه ميه كده، وتروحي ايه مهديه عليه ومغطياه. بس كله اتعمل اهو في حله واحده، ولا بنسلق ولا بنصفي ولا نعمل ولا بتاع، لا الكلام ده. هنا بقى هنعمل حبه بقى ايه، صلصه للكشري. طبعا انا عندي طماطم ضربتها في الخلاط، وهنا نزلت في الحله بحبه زيت، وطبعا بصلايه. انت ممكن تستبدلي بالبصلايه المبشوره دي 3 4 فصوص توم، ولكن في ناس بتحبها بتعملها بتوم، ولكن انا مش هعملها بتوم، عشان طبعا انا عندي الدقة. كده بصفر البصلاية كويس، بحمرها كده، وانزل عليها الطماطم، طبعا ايه تصفيها. طبعا انا عملت الدقة بس ما صورتهاش. انا بعمل الدقة ازاي: 5 فصوص توم، ويا حبايب قلبي طماطمايه كبيرة، وحبة خل وليمون وملح وفلفل وكمون وحبة مية، واضربهم كلهم في الخلاط. بس ما تصفوش، ما تصفيش قصدي الدقة مش الصلصة، عشان ايه ما نتوش من بعضين. بس فانا قلت لكم سريعة سريعة كده بسرعة على على الدقة، عشان ما صورتهاش نسيت. هنا بنزل بقى ايه برشة سكر مثلا، وحبة ملح وحبة فلفل وحبة كمون، واقلبهم واسيبهم يتسبكوا، ياخدوا تسبيكتهم ايه على الاخر كده. طلع السمنة كده على الوش بتاعها او الزيت. طبعا بقى ايه
هسيبها تتسبك، ولما تتسبك هنخش بقى على اهم حاجة، التقلية. اهي بصوا كده اتسبكت معايا، بسم الله ما شاء الله، واركنها. الوصفة دي مبتاخدش معاكي وقت خالص، مش هتحسي بيها والله. هنا بقى اهم حاجة ان البصلة تطلع مقرمشة، ما تقوليش بقى احطها في دقيق، ابدرها في دقيق، ولا اردها مرتين، يعني انزلها في الزيت تاخد لون واطلعها تاني تبرد وتاخد لون، لا. اهم حاجة تقطعيها رفيع، ويكون الزيت عندك سخن جامد قوي، ويكون غزير بس، وتنزلي عليه كمية البصل المناسبة، ما يبقاش كتيرة على الزيت، بس هيطلع لك مقرمشة وحلوة وجميلة بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده اخدت لون، ابتدي اقلب، اخلي اللون بتاعها متوحد، يعني ما يبقاش ايه لونها واحد، يعني ما اخليش حبة حبة فاتحين وحبة غامقين. ابتدي بقى ايدي فيها كده على طول، بطلعها بالمصفى بتاعت العصير دي. حد يقول لي ليه؟ اقول لكم بقى انا ايه، يعني سهله، بتلم على طول التقليه. لو عملتيها في بتاعه البطاطس دي بتاعه القلي، بتنزل منها. فكده بضمن ان ايه، باخد كل بصلايه في الزيت، و وبصفي الزيت منها كويس. واهم حاجه ما تدفيش على الزيت قبل ما تشيلي البصلايه، يعني تشيلي البصله وبعد كده تدفي على الزيت، عشان ما في الفتره اللي انت بتشيلها دي ممكن تشرب الزيت وتترى معاكي كده. بقى طفيت على الكشري اهو، ومفلفل وجميل، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني تعمليها تكفي أسرة كبيرة، بسم الله ما شاء الله. بس ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي، تحطولي لايك وشير وكومنت، وتدعولي ان ربنا ياخد بايدي ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب. خلاص كده، ادي الجمال والحلاوة والطعامة اللي هي الكشري، الحلة الواحدة هتعمليه مش هتبطلي تعمليه بإذن الله، من كتر ان هو سهل وان هو طعمه حلو. انا من ساعة ما عرفت الوصفة دي وانا مبقتش اعمل الكشري التاني الصراحة، خلاص ادمنت الطريقة دي من كتر ما هي سهلة، من كتر ان هي طعمها احلى من الكشري كمان العادي. لو اول مرة بقى تشوفي قناتي او شفتيها، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك الاشعارات بتاعت القناة بتاعتنا. وياريتكم كنتوا معايا تدوقوا الكشري الجميل دوت. متنسوش بلايك وشير وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع السلامة يا حبايب قلبي، مع ألف سلامة.